هو يعني انا بحاول ابدا الفيديو، بس يعني مش عارف ابدا اقول ايه. اصلا الوضع بقى صعب بالنسبه للسوق السنيكرز في مصر، ولكن الاحداث اللي بتحصل حوالينا دي يعني بتاثر شويه على الواحد، ان هو يعني بيكون عايز يجيب مثلا احدث سنيكرز، وبيحاول يجيب سنيكرز اكسكلوسيف مثلا حصريه، حاجات الوان غريبه، موديلات جديده ممكن ناس ما تكونش شافتها، ناس شافتها، الكلام ده كله يعني. عشان يكون بس في كونتنت الناس تتفرج عليه. والفكرة كلها ان الموضوع كله ترفيهي، يعني احنا يعني هي دي يعتبر هواية، والواحد بيحاول يشاركها مع الناس ويحاول يوصل لناس بتحب الهواية دي زيه. و... والواحد بيكون مبسوط ان هو بيتكلم عن السنيكرز على طول، وبيحاول يشير معاكم الاخبار، احدث الموديلات اللي نازله، احدث الالوان، الكالر ويز، الافكار، سواء بقى للشركه، لاديداس، لنايكي، لبوما، ريبوك، نيو بالانس، ايا كان اسم البراند يعني. لكن طبعا كلنا صحينا على الخبر اللي كل الناس عارفاه، ان يعني خلاص احنا ماشيين دلوقتي في التعويم. يعني انا بصور الفيديو دلوقتي، ويعني بعمل ريفريش كده معاكم، هو السعر دلوقتي وصل، وزي ما انتم شايفين يعني السعر وصل كان هو 26 53 دلوقتي. فمش عارفين على اخر اليوم هيوصل يبقى كام، فده اللي مخليني بقول ان الموضوع صعب. انا مش عارف بس اتكلم في حاجات كتير، لان انا مش محضر زي ما قلت لكم للفيديو. انا قلت بس اتكلم ونشير معاكم ايه اللي بيحصل. آه، فتخيل دلوقتي السنيكرز اللي كانت بسعر راحت في سعر تاني. طبعا احنا لسه بنقاد، يعني انت لسه بتضيف جمارك، بتضيف ضرايب، بتضيف قيمة مضافة، كل ده بيتضاف على سعر السنيكرز. وكنا على طول بنقول ان سعر السنيكرز بره مصر ارخص، وانا ليا قريب يجي بره هيجيب لي السنيكر معاه، وده في امريكا، ده في دبي، الكلام ده كله. اللي بيحصل دوت للأسف يعني خلى الأسعار قريبة. يعني هنفترض، هندي مثال، لو قلنا مثلا ييزي 350 مثلا كان هنا بيتباع في اديداس ب 7000 جنيه. بعيدا بقى انت بتقدر تشتريه ولا لا، يعني سواء مقدرة شرائية او انت ما بتلحقش تشتريه مثلا، فبتضطر تروح تشتريه ريسيل. يعني مش هنتكلم في التفاصيل دي. وانا عندي معلومة يعتبر من جوه اديداس كده، ان سعر 350 لو هو موجود دلوقتي، يعني لو في 350 هينزل الفترة دي، هيكون من سعر 7500 ل 8200. ده الافريج بتاعه يعني. وانا عارف طبعا ان ناس كتير هتبقى مش عاجبها الكلام ده، ويعني ايه اشتري سنيكر ب 8000 جنيه، وده اوفر، وناس مش لاقيه، وفي ناس مش قادره تشتري سنيكر مثلا ب 500 جنيه، في ناس مش عارف ايه. يعني انا عاذر كل الناس ومش هقدر اعلق على حاجه زي كده. ولكن هنرجع للنقطه بتاعتنا، ان انت كنت بتشتري سنيكر من بره، حد قريبك يجيبهولك او كده، كان بيبقى ارخص. للاسف مع اسعار الدولار اللي هي مش ثابته لحد دلوقتي، انا شايف ان السعر بقى جوه مصر بقى فير يعني. للاسف يعني ما كنتش حابب ان انا اقول الكلام دوت، ولكن السعر جوه الريتيل في مصر بقى فير. لان انت ما تنساش يعني ان هو الناس دي بتدفع ضرائب، الناس دي بتدفع قيمة مضافة، عندها ناس شغالة في الستورز، كام ستور في مصر كلها. ف حد هيجي يقول لي ده يعتبر بيبيعوا سعر ريسيل مش سعر الريتيل. الفكرة ان هي بقت قريبة، يعني سعر السنيكر في الامارات او امريكا بقى قريب اوي لمصر. ف ليه استنى حد يجي يقعد شهرين تلاتة او يجيبهولي؟ ليه اطلب السنيكر واستناه يتشحن ويدفع ضرايب والكلام ده كله؟ على الهامش بس كده، ده في حالة توفر السنيكرز في مصر، في حالة توفر اليزي، الدانك، الجوردنز، الكلام ده كله. ف... فيعني ان وجد ولقيت السنيكر، مش عايز اقول لك اشتريه، بس قارن سعره بالامارات مثلا ودبي، وشوف والله لو السعر قريب اشتري من هنا. لو ده في حالة ان انت لقيت السنيكر، يعني مش لازم ان انت تستنى فترة لحد ما حد قريبك يجي وكده. و انا عارف في ناس ممكن تقول لي لو في فرق مثلا 500 جنيه بين هنا وبره، لا اجيبه من بره، انا اولى بال 500 جنيه ممكن اجيب بيها اي حاجه تانية. يعني ممكن احط بنزين في العربيه بيها، اي حاجه. عندك حق برضو، يعني مش هقدر الومك. فانا كان نفسي اعمل فيديو. طبعا كل الناس مستنيه الفيديو بتاع افضل سنيكر في 2022. الفيديو ده هيتاخر شويه، يعني ممكن يتاخر شهر، لان الفيديو ده انا ناوي اعمله بطريقه تانية، فهياخد وقت شويه مني في التصوير. ما حبيتش اعمله بالطريقه التقليديه يعني. فاستنوا الفيديو ده، هيبقى يعني ان شاء الله انا مراهن على الفيديو ده. بس خلينا نشوف كده ايه اللي ممكن يطلع، يا ترى هيطلع كويس ولا لا، انتوا اللي هتقولوا لي يعني.
وبعيدا بقى عن الدولار واللي بيحصل فيه والكلام ده كله، ظهرت صور رسميه خلاص لليزي 350 جرانيت، او هو لونه جراي كده، معرفش بقى هيسموه جرانيت ولا جرانيت ولا هيسموه ايه، مش عارف لسه. بس الغريب بالنسبه لي ان هم هيبيعوا بنفس البرايس، بنفس الاسعار، بنفس خطه الاسعار. انا بس معترض على النقطه دي، لان انت فكره ان انت بتشتري سنيكر غالي شويه عن السنيكرز الطبيعيه، ان في كرييتور او في ديزاينر وفي شركه بتنفذ، ففي بيحصل كولابريشن او بيحصل تعاون بين الاتنين، فده بيؤدي ان السنيكر غالي. اوكي دي نقطه مفهومه، لكن دلوقتي مفيش تعاون. اديداس هي اللي بتعمل السنيكر، الديزاينز على كلام اديداس ان هي مالكه الحقوق الملكيه بتاعتها، فليه انزل بنفس الاسعار القديمه؟ ليه ما اقللش السعر؟ السعر تقريبا كان اخر حاجه $230 على ما افتكر. يعني طبيعي ان طالما ما فيش كولابريشن دلوقتي حاصل في البراند دوت او في السنيكر ده، ان خلاص السعر يهدى شويه. يعني انا اتوقع مثلا ان ممكن السعر يبقى نلعب في حته ال $180 مثلا. يعني انا شايف ده سعر فير شويه، معقول. فانا مش شايف فيه مبرر للسعر، بس خلينا نشوف هيحصل ايه. ومش عارف بقى هيبدأ ينزل عندنا في مصر ولا لا، ولكن زي ما قلت لكم في الاول ان السعر الرسمي لو في ييزي 350 دلوقتي الرينج السبعة 500 8 200، ده الافريج بتاعه يعني. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. مستني دعمكم كلكم، يعني احنا بنحاول ان احنا نعمل كونتنت مختلف، بس يعني محتاجين دعم الناس شوية. يعني هتعمل سبسكرايب، هتعمل لايك مثلا للفيديو، تعمل شير لواحد صاحبك مهتم بالسنيكرز والاخبار والكلام ده كله، مثلا تعمل لي فولو على انستجرام والتيك توك لو انت مش عامل لي فولو. بس يعني هنحاول نقدم كل حاجة جديدة، وانتظروا الفيديوز اللي جاية ان شاء الله.